من بلد المليون شهيد الذي تعرض للاحتلال لأكثر من 100 عام، يظهر جيش الجزائر كالعملاق ويستقطب الانتباه ليتصدر قائمة أقوى الجيوش عربيا وإفريقيا ومغاربيا، ويحتل المرتبة 26 على مستوى العالم. تعرف على رحلة الجيش الجزائري نحو هذا التصنيف المرموق. لنبدأ. قبل ذلك ندعوك للاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد. وفقا لمؤشر جلوبال فاير باور، تقدم الجيش الجزائري إلى المرتبة 26 عالميا والمرتبة 3 عربيا بعد مصر والسعودية، والأولى إفريقيا ومغاربيا. فما هي المعايير التي أهلت الجيش الجزائري لهذا التصنيف المرموق؟ يضم الجيش الجزائري أكثر من 500 ألف جندي نشط، بالإضافة إلى 400 ألف فرد في قوات الاحتياط، مما يجعله أحد أكبر الجيوش من حيث العدد. التسليح المتطور. يمتلك الجيش الجزائري ترسانة عسكرية ضخمة تشمل طائرات سوخوي سو 30 ودبابات T-90 ومروحيات هجومية متطورة. القدرات اللوجستية. يتمتع الجيش الجزائري بشبكة لوجستية قوية تشمل مطارات عسكرية وموانئ بحرية ومخزونا استراتيجيا كبيرا من الوقود والذخائر. الأسلحة المتطورة محلية الصنع والمستوردة. الجيش الجزائري يمتلك قاعدة صناعية عسكرية متطورة تمكنه من تصنيع المركبات المدرعة والذخائر والأسلحة الخفيفة. كما يستورد الجيش الجزائري أسلحة متطورة من دول مثل روسيا والصين، بما في ذلك طائرات سوخوي سو 30 ومروحيات مي 28 ودبابات T-90. القدرات الصاروخية. يمتلك الجيش الجزائري صواريخ إسكندر إي التي تعتبر من أخطر الصواريخ الباليستية التكتيكية في العالم بفضل سرعتها الفائقة ودقتها العالية. القوات الجوية قوة لا تقهر. سلاح الجو الجزائري يعتبر من بين الأقوى في إفريقيا بفضل توازن تشكيلته وتجهيزه بمقاتلات حديثة. طائرات سوخوي سو 30. تمتلك الجزائر 45 طائرة سوخوي سو 30، وهي طائرات ثقيلة مزودة بأجهزة استشعار قوية وقادرة على ضرب جميع أنواع الأهداف. طائرات ميج 29. طائرات ميج 29 هي الأسرع في إفريقيا وتتمتع بقدرات قتالية عالية، مما يجعلها عنصرا رئيسيا في القوات الجوية الجزائرية. القوات المدرعة. درع الجزائر الحديدي. القوات المدرعة الجزائرية تعد من بين الأكثر حداثة وجاهزية للقتال في إفريقيا. دبابات T-90. تمتلك الجزائر 90 دبابة T-90، وهي دبابات متطورة تتمتع بقدرات قتالية عالية وقادرة على التكيف مع مختلف الظروف القتالية. المركبات المدرعة. الجيش الجزائري يمتلك تشكيلة متقدمة من المركبات المدرعة التي تصنع محليا، مما يعزز من قوته البرية. مهام الجيش الجزائري: حماية الوطن واستقرار المنطقة. حماية الحدود. الجيش الجزائري يلعب دورا محوريا في حماية الحدود البرية والبحرية، خاصة في ظل التهديدات الأمنية في منطقة الساحل الإفريقي. مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة. يشارك الجيش الجزائري في مكافحة الإرهاب، حيث نجح في تحييد العديد من الجماعات الإرهابية في المنطقة. بعثات حفظ السلام. كما يشارك الجيش الجزائري في بعثات حفظ السلام، حيث يساهم في استقرار مناطق النزاع في إفريقيا والشرق الأوسط. أقوى أسلحة الجيش الجزائري لعام 2025. بعد أن تعرفنا على قوة الجيش الجزائري وتصنيفه العالمي، لنلقي نظرة على أقوى أسلحة الجيش الجزائري المتوقعة لعام 2025، والتي ستجعل منه قوة رهيبة. نظام صواريخ إسكندر إي المتطور. صاروخ إسكندر إي السلاح الأكثر رعبا في ترسانة الجيش الجزائري، يتمتع بسرعة فائقة ودقة عالية وقدرة على المناورة لتجنب أنظمة الدفاع الجوي، وهو ما يجعله سلاحا استراتيجيا لا يستهان به. طائرات سوخوي سو 57 الجيل الخامس. تتجه الجزائر لتعزيز قواتها الجوية بطائرات سوخوي سو 57، وهي طائرات مقاتلة من الجيل الخامس تتمتع بتقنية التخفي.
وقدرات قتالية متطورة مما يعزز من تفوقها الجوي. غواصات كيلو الروسية المتطورة: الغواصات من نوع كيلو التي تمتلكها الجزائر ستتلقى تحديثات تكنولوجية بحلول 2025 مما يعزز من قدراتها في المراقبة والهجوم تحت الماء ويجعلها سلاحاً بحرياً فتاكاً. أنظمة الدفاع الجوي S-400: نظام الدفاع الجوي S-400 الذي تمتلكه الجزائر سيتم تعزيزه بتقنيات حديثة ليكون قادراً على مواجهة التهديدات الجوية بكفاءة عالية وحماية المجال الجوي الجزائري. الطائرات المسيرة القتالية: ستعتمد الجزائر بشكل أكبر على الطائرات المسيرة القتالية التي تتمتع بقدرات استطلاع وهجوم دقيقة مما يجعلها أداة فعالة في مكافحة الإرهاب والعمليات العسكرية الدقيقة. تحديثات التكنولوجيا العسكرية: بحلول 2025 ستشهد التكنولوجيا العسكرية الجزائرية قفزة نوعية مع اعتماد أنظمة الذكاء الاصطناعي والروبوتات العسكرية وأنظمة الاتصالات المتطورة. أنظمة الذكاء الاصطناعي: ستستخدم الجزائر الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات العسكرية وتحسين عمليات التخطيط والتنفيذ مما يعزز من كفاءة العمليات العسكرية. الروبوتات العسكرية: الروبوتات العسكرية ستلعب دورا كبيرا في العمليات الخطرة مثل نزع الألغام والاستطلاع في المناطق المحفوفة بالمخاطر. الجيش الجزائري ليس مجرد قوة عسكرية بل هو رمز للوحدة الوطنية والدفاع عن السيادة والمساهمة في استقرار المنطقة. مع التصنيع العسكري والتدريب المتقدم والأسلحة المتطورة يظل الجيش الجزائري درعاً واقياً للوطن وقلعة منيعة في وجه التحديات. شكراً للمشاهدة. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس. إلى اللقاء في فيديو آخر.